منورنا. اهلا وسهلا. اقعد يا مالك، اقعدي يا شدى. منورنا يا طنط. العروسه زي القمر ما شاء الله. عامله ايه يا طنط؟ عاملين ايه كلكم؟ عامل ايه يا مالك؟ انا الحمد لله يا شدى. بصي يا مالك يا حبيبي، انا من بعد باباهم الله يرحمه انا ما دخلتش راجل غريب عليهم، وكل ده عشان عايزاهم يتربوا احسن تربيه، ومرضتش ابدا ان اجيب اي حد يعملهم معامله وحشه. انا اهم حاجه عندي ان بنتي تتعامل كويس زي ما كانت بتتعامل هنا في بيتها واحسن. ربنا يخليكي اليوم يا طنط. وعلى فكره انا اكيد فاهمك، انا عندي اختين بنات على فكره، وطول عمري كنت انا اللي مسؤوله عنهم لغايه ما يتجوزوا، كان كل طلباتهم عندي انا. بصي هو مالك شخص محترم وطول عمره شايل المسؤوليه، مش علشان هو ابني وقاعد والكلام ده، لا. انتي بنفسك لما تتعرفي عليه اكتر وتعرفيه هتتاكدي ان هو حد يعتمد عليه. شايل المسؤوليه يبقى انت اكيد الاخ الاكبر. انا عارفه دايما الكبير هو اللي بيشيل كل حاجه. انا بسبب ان شادة اصغر مني انا تقريبا بعمل لها كل حاجه في الدنيا، انا اللي مسؤوله عن كل حاجه. حتى تسريحه شعرها دلوقتي انا اللي عاملاها لها، في عز ما انا مضغوطه وفي الشغل اتصلت قالت لي الحقيني عايزه اعمل شعري. انا بصراحه مش بشوف ان دي دايما ميزه، انا بشوف عيب اكتر. طب وفين العيب اللي في كده؟ ما الاخوات طول عمرها بتقف جنب بعضها وملهاش غير بعض. صدقيني ده نفس كلامي ليهم، بس هما لسه صغيرين مش فاهمين معنى الكلام اللي احنا بنقوله. العيب ببساطه ان شخص بيطلع متدلع واعتمادي وبيتعمل له كل حاجه في الدنيا، وشخص بيطلع شايل المسؤوليه كلها وكبران قبل اوانه. مع احترامي ليك يا ديما، بس متدلعه دي كلمه كبيره قوي، ومش بالسهوله دي تتقال. مش كل من ساعد اخته ولا اخوه في حاجه يبقى بيدلعه. طب خلاص احكم انت. لما تبقى اختك ما بتعرفش تعمل اي حاجه من غيرك وبتعتمد عليك في كل حاجه، وانتوا الاتنين بنات والفرق بينكم في السن مش كبير، دي حاجه كويسه ولا حاجه حلوه؟ انا عن نفسي بشوف ان ده مش طبيعي. لا هو انا اكيد بعرف اعمل كل حاجه، بس هي ماما اللي طول عمرها نفسنا ان احنا نطلع قريبين من بعض، مش عايزانا نستغنى عن بعض في اي حاجه، عايزانا نبقى مع بعض في كل حاجه واقفين لبعض. لا طبعا، ده حتى وانتي صغيره لما اتريقوا عليكي وضايقوكي عشان شعرك كان منكوش، فاكره يا ماما لما جيت لك قلت لي كنت تقفي ودافع عنها حتى لو هتضربيهم، مع العلم ان انا كمان كنت صغيره زيها وعايزه اللي يدافع عني. خلاص يا حبايبي، المواضيع اللطيفه دي مش من اول قعده، الناس لسه بيتعرفوا علينا. لا من الواضح ان هي شايله في قلبها، سيبيها تطلع اللي جواها. لا يا طنط مش موضوع اقول اللي جوايا والكلام ده، انا زي الفل على فكره. انا بس برد على نقطه ان هو الكبير فهو يبقى مسؤول، فبقول ان دي مش دايما ميزه يعني. لا انا مش متفق معاكي. انا طول عمري كنت ببقى مبسوط لما اخواتي بيحتاجوا لحاجه ويجوا لي انا، احسن ما يروحوا لاي حد غريب بره. انا بالنسبه لي لو خيروني تاني هشيل مسؤوليه اخواتي كمان مره. انا كمان بفكر زيك يا مالك، ان طالما احنا اخوات واقفين مع بعض في كل حاجه، يبقى مفيش اي حاجه ممكن تقف قدامنا ولا اي حاجه هتكسرنا. طب كويس اهو طلعوا بيفكروا زي بعض، ربنا يهني سعيد بسعيد. تكملة لكلامك يا شادة، أنا بشوف إن أهم حاجة المواجهة والوضوح بين الإخوات وبين أي حد بصراحة، مهما كان الحاجات البسيطة اللي بتزعلهم مع بعض لازم إن هما يتواجهوا ويتكلموا فيها، أحسن ما يفضلوا يراكموا كل واحد حاجات بسيطة للتاني وفي الآخر يبقى جبل مشاكل وتتخلق عداوة بين أعز الناس ويقفوا البعض على الواحدة. هقولك إيه؟ صح معاكي حق، معلش طولنا عليكم، وإن شاء الله لينا مقابلة تانية وتالتة ورابعة، وربنا يصلح ذات البين. ولا طولت ولا حاجة، احنا أصلا ملحقناش نقعد معاكم. يلا يا مالك يا حبيبي. يلا يا ماما، مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة يا طنط، ملحقناش نقعد معاكم، أكيد لازم هتنورونا تاني. مع السلامة، هنستناكوا تاني إن شاء الله. مع ألف سلامة. في يا ماما بتبصيلي ليه؟ هي بتبصلك يا ديما عشان كلنا محتاجين نقعد مع بعض نتكلم. لا مش لازم دلوقتي، كلنا تعبانين والصباح رواح. لا يا ماما، كفايه قوي ان كلنا ولا مره وقفنا نحل مشاكلنا مع بعض بجد، ولا اتكلمنا في اللي مضايقنا، على طول بنسكت على اي حاجه مضايقانا. خلاص انا هقولك يا ماما، من وانا صغيره بدل ما ابقى طفله وبتدلع فجاه جت طفله تانية، وكل ده انا ما عنديش مشكله فيه خالص، طبعا اختي وبحبها وكل حاجه، بس فجاه بقت هي اللي ليها كل الدلع. فجاه معلش سيبي لها اللعبه اصل هي اصغر منك، خدي بالك من اختك تقع، اكلتي اختك، عملتي حساب اختك، فجاه بقيت مسؤوله عن شخص، بدل ما استمتع بحياتي بقيت انا المسؤوله ادافع عنها واجيب حقها واقف لها في مشاكلها، وفجاه بقت كل حاجه بتضايقني ملهاش مساحه من حياتنا، نظرا ان انا الكبيره، انا اللي المفروض احتوي وانا اللي المفروض اعدي، اي حاجه بتضايقنا معلش عديها لاختك اصل هي الصغيره، ما تقفلهاش على الواحده. وفجاه من غير ما اقصد ولا اي حاجه اتحولت من طفل لشخص مسؤول. انا عمري ما فرقت بينك وبين اختك، وانتوا الاتنين قاعدين وعارفين الكلام ده، انا بس كنت بحسك قد المسؤوليه، كنت بحسك سابقه سنك، فكنت بتسند عليك شويه بعد ابوك الله يرحمه، بس انا بخاف عليكم انتوا الاتنين زي بعض،
لا يا ماما معلش، انا عمري ما كنت عايزه اشيل المسؤوليه ولا حاجه. انا المسؤوليه اتحطت لي حط. انا اول ما جات لي اخت فبقيت انا الكبيره، فلازم اكبر في كل تصرفاتي مع اني كنت عيله زيها. انا حتى يا ماما ما بنساش الجمل بتاعت صحابك اللي كانت بتقنعني ان الدلع مش مقسوم لي. اه شادة طبعا الصغنن بتاعنا اخر العنقود ده. حتى الجمل يا ماما بتاعت شادة لماحه وبتفهم اسرع واخده كتير من طباعي. انا عمري ما نسيت جمله واحده اتقالت لي: يا حبيبتي افهمي، كله كلام من غير مقصد. انا عمري ما قصدت اجرحك بكلمه واحده. ده انا لو قلبي مقسوم نصين، نص فيه انتي ونص فيه اختك، وربنا وحده اللي عالم. صدقيني يا ديما انا بحبك جدا، انتي بالنسبه لي اعظم اخت. انا حتى ما عنديش اخوات تانية عشان اقارنك بيهم واقول انا بحبك اكتر او اقل. انا ما بحبش غيرك، انتي كل حاجه انا طلعت بيها في الدنيا دي، وما عنديش اي استعداد ان لاي سبب حاجه تبعدنا عن بعض. ما انا كمان بحبك اكيد يا سخيفه، ما انت اختي ومليش غيرك. وبعدين خلاص بقى كفايه دراما، انتوا الاتنين هعيط. وعلى فكره انا كنت بضايقك كتير فعلا، بس انا بجد ارتحت ان انا اتكلمت. خلاص بقى مش هنضايق بعض تاني، ولو اني مش هقدر. ربنا يخليكوا ليا انتوا الاتنين.